من كل شكل ولون جايين ضيوف على مصر، أجمل بلاد الكون وآثارها مالها حصر. فرعوني، قبطي، إسلامي، تشهد على كل عصر، وإيدين بالود ممدودة بتقولك نورت مصر. نورت مصر منين ما تروح، مصر الأصيلة، مصر الجميلة، وجوها بيرد الروح. نورت مصر بلاد طيبة، مصر الهرم، أهل الكرم وقلبهم مليان طيبة. نورت مصر. Hi, my name is Hassan Zekri. I'm from Italy and I'm a tourist here in Egypt. So far I visit Cairo. It's a beautiful city. We've seen the pyramids, we've seen the Sphinx, we've seen the National Museum. I really enjoy it. Yesterday I had a wonderful Egyptian dinner with some typical Egyptian food, malouhia, mahshi. They are very good. I'm looking forward to come back to Egypt with my friends, hopefully, to let them watch this beautiful country and enjoy them. Thank you. مصر الجميلة بتناديك وكل ايد ممدودة ليك، ويا رب يبقى الجاي خير وأمان. سحر الطبيعة هرم ونيل وسهر وليل غير أي ليل، وعيون بتضحك ليك في كل مكان. بحر وسمح سحر وخيال على أرض الجمال، ما خطرش يوم عالبال. بحر وسمح سحر وخيال عرض الجمال، ما خطرش يوم عالبال عالبال. بحر وسمح سحر وخيال أرض الجمال، ما خطرش يوم عالبال. بحر وسمح سحر وخيال أرض الجمال، ما خطرش يوم عالبال عالبال. Hi, my name is Faraido Zekri. I'm from Italy. So far I have visited here in Egypt the pyramids, the Egyptian National Museum. I have been to Sharm el-Sheikh, Dahab. I have loved this country so much. I love the people, they are so kind, they make you feel like you are at home.
and the food is so delicious. I love the mahshi, molokhia, koshari, and my suggestion is to everyone to come to visit this beautiful country. معاكم إيمان إبراهيم. احنا النهارده في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، وأنا أمينة متحف في متحف الفن الإسلامي. احنا دلوقتي في اخر قاعة من قاعات العصر الفاطمي. طبعا احنا عارفين ان اي عصر علشان خاطر ينتهي لازم يحصل له ضعف، فالحكام في عصر الدولة الفاطمية في نهايته ضعفوا جدا، وبقى اللي في ايده مقاليد الحكم او عنده قوة اكتر اللي هم الوزراء. لذلك اتسمى العصر ده بعصر الوزراء العظام. من الوزراء العظام اللي ظهروا عندنا وكان له ظهور واضح اللي هو الصالح طلائع ابن رزيق. الصالح طلائع ابن رزيق هو بنى مسجد معلق اللي هو الباب بتاعه موجود ورايا دلوقتي. الباب اللي موجود ورايا هو باب مصفح. البيبان المصفحة هو باب من الخشب يكسوه المعدن، ايا كان المعدن، سواء كان فضة سواء كان برونز سواء كان نحاس، فهو ده الباب المصفح. ايه قصة الباب ده وايه هو المسجد اللي بناه الصالح طلائع؟ مسجد الصالح طلائع هو اول مسجد معلق في الاسلام. يعني ايه مسجد معلق؟ مسجد معلق يعني المسجد كان في الدور الثاني، والدور الاولاني عبارة عن حوانيت. حوانيت يعني دكاكين. طب ليه عمل دكاكين تحت المسجد؟ علشان يضمن استمرار المنشأة. اتعملت الحوانيت ديت بإيجار، والإيجار كان يستخدم في شراء الحاجات. زي ايه يعني احنا كان هناك الإضاءة ما كانتش بالكهرباء زي دلوقتي، كانت الإضاءة عبارة عن كوبايات زيت اسمها قرايات بيتحط فيها زيت الزيتون وفتيل علشان خاطر تنور، او شمع. فلما الحاجات دي حاجات مستهلكة لما تخلص مين هيجيبها بعد اللي بنى المسجد ما يموت؟ مفيش. لكن احنا نقدر نعمل وقف، اعمل المحلات او الحوانيت اللي موجوده تحت دي وقف، والريع بتاعها يصرف لي على المسجد، من سواء زيوت، من سواء فتيل، من سواء شموع، من سواء سجاجيد، لان السجاجيد تبلى. ايه تاني؟ المسجد الصالح طلائع ده اتبنى سنه 555 هجريا. ليه بنى الصالح طلائع؟ في قصه كده ان الصالح طلائع بنى المسجد ده لما عرف بان الرأس الشريفه بتاعت سيدنا الحسين جايه على مصر مع السيده زينب، فقرر ان هو يبني مسجد علشان خاطر تدفن فيه الراس دي. فاتبنى مسجد الصالح طلائع بن رزيق بهدف انه يدفن فيه راس سيدنا الحسين رضي الله عنه. لكن جه الخليفه في الوقت ده وقال نحن اولى بالحسين، على اساس ان الدوله الفاطميه نسبه الى السيده فاطمه الزهراء بنت الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، واتبنى له المسجد اللي هو مسجد الحسين اللي احنا بنروح نزوره دلوقتي، ومنها الراس الشريفه موجوده في المسجد. Hello, my name is Sarah Murdoch. I'm from the United States, from Seattle, Washington, and we are here visiting for 2 weeks. I love Egyptian culture. The people here are so kind. I feel like the hospitality here is some of the best in the world. Of course, I think people inviting you into their homes and sharing food with you is so important here in Egypt. Food is love. I've enjoyed my favorite thing to eat here in Egypt is the fava bean falafel. I think that's absolutely my favorite thing. And we are visiting Cairo, then we're going to go down to Luxor, take the cruise down to Aswan, and finish in Abu Simbel. And this gives American guests that I bring with me a great survey of the wonders of ancient Egypt, as well as Cairo. Cairo is actually a really fantastic city, and it's wonderful to introduce Westerners, not just to Egyptian culture, but also to Islamic culture. So it's a pleasure to be here, and thank you for having me and my groups. My name is Enrique. I'm from Mexico, and I'm here visiting with some friends and family. We visit Cairo, Luxor, Edfu, Aswan, and my favorite place of all, the Abu Simbel. Egypt is a country full of a lot of history, and
a lot of interesting sites, but especially the people are extremely welcoming and very friendly. They share a lot of their culture and history and experiences, and I really love the food. I invite everybody to come to Egypt and experience the magic for yourselves. الله عالأهرامات وسنين بيحكيها الزمان. الله خان الخليلي والحسين والذكريات. الله على أحلى جيرة والدفا بين الصحاب. عن شوارعها ومبانيها، عن طيبة روحها غنية، عن الأصل من الجنة وترابها مسك وحنة، عن اسمها ساعة عصر لو هتكلم عن مصر. Nowar Tomas. مصر الجميلة اللي يجيلها يعشقها من بعد ثواني، ونسابها ساعة يحنلها، ما هو فيها عاش أحلى معاني، ومسيره يرجع يوم ليها صدق اللي قال كلمة عليها، اللي بيشرب من نيلها لابد يرجع من تاني. نورت مصر.